انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي لإعجاب مؤثرين بمنتوجات جزائرية تسوق في أوروبا، مما جعل الطلب متزايدا عليها، وصلت حتى تسجيل ندرة فيها نظرا للإقبال الكثير عليها، الأمر الذي اعتبره المختصون خطوة مهمة في المجال الاقتصادي لتعزيز مكانة المنتوج الوطني في الأسواق العالمية. إقبال الأجانب على المنتوجات الوطنية في الأسواق الأوروبية يشكل فرصة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في الساحة العالمية. المنتجات الجزائرية تصنع الحدث بمعرض نواكشوط، حيث شهدت إقبالا منقطع النظير. مواد أضحت تبحث عن أسواق جديدة باتجاه إفريقيا الغربية لمنافسة أكبر موردي موريتانيا. لكن الإخوان في الجزائر عندهم منتوجات من الدرجة الأولى، وبدأت تطرق الأسواق الموريتانية. كان في عائق بسيط، كانت الحدود صعبة وطريق غير معبدة، لكن الرئيسان جزاهم الله خير في الأخير قاموا بهذه الاتفاقية الجديدة وفتح الحدود. أنا اشتريت الطماطم طماطيش تاع البطة. المواد الغذائية يجينا جزء منها من نحن في الشمال، يجينا جزء منها من الجزائر. المنتجات الغذائية والأدوات الكهرومنزلية كان لها النصيب الأكبر من إقبال الزوار، لكن ماذا عن أسعارها؟ منتجات ما شاء الله، منتجات جيدة وجميلة جدا ما شاء الله، وأسعار مولي ما شاء الله في المتناول، أسعار زينة ما هي باهظة ما هي غالية. توقع أن تأتينا المنتجات الجزائرية التي كنا نسمع عنها، منها من أعلى الدرجات وأكثرها محافظة على السلامة الغذائية. فتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا من شأنه تقديم فرصة جديدة للمستثمرين الجزائريين الراغبين في الولوج إلى الأسواق الإفريقية. يبقى فقط التركيز على عامل الجودة والنوعية لصنع الفارق. هي شحنة من المنتجات الفلاحية وجهتها المملكة العربية السعودية في أول عملية تصدير عبر الجو. المنتجات نفسها صدرت أيضا إلى كندا، تونس وموريتانيا برا وجوا. عملية تصدير هامة هي نتاج تزايد الطلب على المنتجات الجزائرية. المنتوجات الجزائرية ذات جودة عالية، وهذا ما دفعنا لإمضاء عقد شراكة لاستيراد المنتوجات الفلاحية كخطوة أولى، لننتقل بعدها لمنتوجات أخرى، خاصة بعد كل التسهيلات التي تمنحها لنا الجزائر. المنتج الجزائري على باللي ظاهر لي باللي قادر بمنتج قوي يختص بالتنوع والجودة في عدة مجالات صناعية، مواد خام، أدوية. احنا هنا باش نساعدوا بالمنتج الجزائري يوصل للسوق العربي والسوق الإفريقي عن طريق شركائنا. تعزيز الصادرات خارج المحروقات رهان كسبته الدولة من خلال استحداث آليات مختلفة، وبنفس العزيمة والإصرار تمضي الجزائر قدما لتحقيق المزيد. أردنا أن نلعب دورنا مرافقة المصدرين المتعاملين الاقتصاديين لإبرام هذه الصفقات. تنويع الجزائر لشراكاتها وتصديرها لمختلف المنتجات نحو عديد الدول استراتيجية أبانت عن نجاعتها في ظرف وجيز بفضل استشراف السلطات والمجهودات الكبيرة التي بذلت في كل القطاعات. احنا اللي أسسنا شركة سوفين مختصة في المنتجات الجزائرية للسوق الأمريكية. قلنا له بلي كاين لي برودوي الجيريا في الجزائر عندهم قيمه وجوده رفيعه وعاليه،
مي واش اللي كاين البروبليم هنايا في ماريكان القانون تاعهم صعيب شويه، لازم يكون الباكاجينغ في قانون الدوله، لازم تكتب له بالانجليزيه. حنا عندنا الباكاجينغ في الجزائر بالعربيه كامل. واش خممنا؟ قلنا له بليك اذا اخترعنا نشوفوا كيفاه نديروا لا مارك تكون تاعنا من الجزائر باه تسهل لنا الاستيراد من الجزائر لامريكا. الحمد لله نقولوا الان عندنا 3 سنين. هذه لا مارك اللي ديفوني اون فا دير يا بوكو دو جون كي لا كونيس الحمد لله. 38 برودوي الجيريان اللي رانا نديروا فيه. الاخيره اللي درنا فيها هي التين المجفف. غير بعيد عن قصر الحكومة وسط العاصمة ياوندي، التمور الجزائرية تستحوذ على حيز واسع هنا وسط الرفوف بهذا المركز التجاري. هنا تعرض دجلة نور الشهيرة عالميا بسعر لا يقل عن 10 دولارات للكيلوغرام الواحد. التمور معروفة منذ بعثة النبي محمد، قيمتها الغذائية مرتفعة للغاية، والتمور الجزائرية معروفة بجودتها. أنا أبحث عن اقتنائها دائما. ثمن مرتفع لم يكن حاجزا أمام التمور الجزائرية، لأن يكون لها رواجا واسعا وسط الكاميرونيين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، إذ يزداد الإقبال عليها بالنظر لجودتها وقيمتها الغذائية العالية. من التمور إلى الشوكولاتة والحلويات، تعج المحلات والمراكز التجارية الكبرى في العاصمة ياوندي بالمنتجات الجزائرية التي تزاحم كبرى علامات الصناعة الغذائية في الكاميرون. هنا منتجات تحت واسم صنع في الجزائر في كل مكان، فلا غرابة أن تجد بين هذه الرفوف سلع قادمة من ولايات بومرداس، وهران أو بجاية. المنتجات الجزائرية ذائعة الصيت بجودتها هنا في الكاميرون، والحفاضات. أطعمة جزائرية تزاحم المأكولات الإفريقية، في مؤشر على فرص أخرى لا تزال متاحة أمام الشركة الجزائرية لتوسيع حضورها في أسواق غرب ووسط إفريقيا. في سوق مفتوحة أمام منافسة دولية متصاعدة ومتعددة الجنسيات، تضع الشركة الجزائرية قدما لها في السوق الكاميرونية، مدشنة لعهد جديد أمام الشركة الجزائرية في سوق استهلاكية تعادل 3000 مليار دولار سنويا. طائرات خاصة لتصدير فائض الخضر والفواكه نحو الخليج. الإنتاج الذي انتعش مع غلق عمليات الاستيراد زاد من مردودية القطاع الذي حقق أرقاما هامة خلال السنوات الأخيرة، فيما تبقى عملية تصدير حسب الناشطون في هذا المجال تحتاج إلى تدقيق أكبر في نوعية المنتجات الموجهة إلى الخارج. الجزائر بإمكانها تصدير كل شيء، لكن إذا تحدثنا عن تصدير الفواكه فهي تشهد ارتفاعا كبيرا بالأسعار. نبدأ من مقال في موقع فريش بلازا المختص في الفلاحة، والذي كشف عن تزايد الطلب على دجلة نور الجزائرية. طلب لم يأتي من العدم، فجودة المنتجات الفلاحية المحلية معروفة عالميا. العالم كامل يسحق المنتوج الجزائري. لماذا؟ سورتو في الماكلة، باسكو في أوروبا عندنا 30 مليار دورو في العام دو كونسوماسيون حلال، برودوي حلال. تطوير الإنتاج المحلي وترقية التصدير خارج المحروقات سياسة ساهمت في تحسن جودة المنتوج الجزائري وزيادة الطلب الخارجي عليه. الإعجاب والانبهار هو الانطباع الأول للمسؤولين ورجال الأعمال الغابونيين لدى زيارتهم لمعرض السلع الجزائرية بليبرفيل، إعجاب ترجم إلى اتفاقيات مبدئية لشراكات بين الطرفين سترى النور قريبا. احنا نشوفوا باللي لو برودوي الجيريان il va réussir هنايا en Afrique surtout le Gabon.
شراكة واتفاقيات شجعتها تصريحات وتعليمات المسؤولين الغابونيين لمصالحهم من أجل تسهيل مهمة المستثمر الجزائري لدى رغبته دخول السوق الغابونية. فرص استثمار وترحاب منقطع النظير هو ما وجده هنا رجال الأعمال الجزائريين المرافقين لوفد وزارة التجارة. فرص تجسدت في اهتمام الغابونيين بالمنتوج الجزائري وشروع بعض رجال الأعمال في مفاوضات مع أطراف غابونية للاستثمار هنا بالغابون على أمل أن تتجسد على أرض الواقع. هنا ببشاك شهير بتركيا تقصد الجالية الجزائرية وكذا العربية هذا المحل المختص حصريا في بيع المواد الغذائية والمنتجات الجزائرية بغية اقتنائها. شيء جميل جدا انه نلاقي المنتجات الجزائرية منتشرة في كل انحاء العالم، وبما انه في متواجدة جالية عربية واسلامية في تركيا فالمنتجات هذه لازم تكون متوفرة، والشعب الجزائري منتجاته ما شاء الله عليها، وخاصة التمر الجزائري الدقلة الجزائرية من المأكولات اللي مشهورة في العالم العربي، واحنا فخورين انه نكون في محل جزائري وفي المنتجات الجزائرية نشوفها منتشرة في كل العالم، لأنه الجزائر بلد عربي عزيز على قلوبنا كلنا وخاصة احنا الفلسطينيين. المغتربون الجزائريون بدورهم لا يضيعون فرصة اقتناء المنتجات الجزائرية بكل أنواعها بدل جلبها من الجزائر أو إرسالها مع الأحبة، فهذا المحل يوفر كل ما هو جزائري. سي البريمي ماغازان حانوت جزائري مواد أغذية جزائرية. أنا نجيو نشريو لهنا دوك اوليو نجيبو معانا من الجزائر، دوك كاين حانوت الحمد لله أنا نشريو مواد هنايا، كاين حمود طعام تمر كاين كلش الحمد لله. هذا المحل لا يعد الوحيد الذي يبيع المنتجات الجزائرية هنا بتركيا، كون هذه المنتجات تلقى إقبالا واسعا من طرف الجالية الجزائرية وكذا العربية.